اللي كتشوفوا قدامكم راه جحيم لوس أنجلوس. أكثر الحرائق تدميرا في تاريخ مدينة لوس أنجلوس، ترك خرابا ودمارا وأنقاض. ولات غارقة بالحرائق اللي شعلوا بلا سابق إنذار. هذه المدينة وحدة من أغنى وأهم المدن في أمريكان، واللي كيسكنوها نخبة المجتمع الأمريكاني بحال المشاهير والممثلين، والغابات ديالها اللي ديما كانت رمز للجمال الطبيعي ولات مسرح لواحد الفاجعة بيئية اللي كتهدد ماشي غير الحياة البرية ولكن حتى الإنسان براسو. أشنو وقع؟ كيفاش ولات أمريكان اللي هي رمز القوة والتكنولوجيا عاجزة قدام هاد الكارثة الطبيعية؟ كل شيء بدا بشرارة صغيرة اللي ممكن تكون من سيجارة مشتعلة ولا عطل كهربائي، ولكن السبب الحقيقي بعيد وخطر بزاف، وهو التغير المناخي اللي ولا بحال شي شبح كيهدد جميع دول العالم، بحيث درجة الحرارة طلعت بطريقة ما كانتش من قبل، خلى الغابات ولات قنابل موقوتة كتسنى الانفجار. وما ننساوش هاد الحرائق ماشي الاولى اللي كنشوفوها، حيت دول كثيرة عاشت حرائق مشابهة بحال اليونان وتركيا والجزائر وغيرهم، ولكن هاد المرة كانت المشاهد أكثر وحشية ومرعبة، عندها أسباب كتختلف على باقي الحرائق اللي فات. أولا الجفاف الطويل، ميريكان ما شافش هاد النوع ديال الجفاف من سنين، الأمطار قليلة والتربة ناشفة والأشجار ولات بحال أعواد الكبريت كتسنى تشتعل. ثانيا الرياح القوية اللي كانت مع الحرائق ساهمت في الانتشار بسرعة خيالية، وحتى اللهيب وصل لمئات الأمتار في ظرف قياسي. البنية التحتية اللي خاسرة في بزاف ديال المناطق ما كانتش كافية باش تواجه الكارثة. أنظمة الوقاية والصيانة ما خدموش مزيان، وحتى الأسلاك الكهربائية المكشوفة والمعدات القديمة زادوا الكارثة جات نهار 8 يناير ملي فاقوا سكان مدينة لوس أنجلوس على واحد الدخان قوي ومناظر اللي ما تعودوش عليها. الواقع كان كيقول بلي الغابات شعلت فيها النار واحد الشكل كبير، وسرعة الرياح زاد ظهورات الوضع، ومنعات رجال الإطفاء باش يحبسوا الحريق. الخبراء ديال المناخ كيقولوا بلي السبب ديال الحريق مازال ما معروفش، ولكن سبب انتشارها هو العاصفة ديال الرياح سانتا آنا، وهي رياح قوية وموسمية كتجي من صحراء عبر جبال في الاتجاه ديال الساحل كاليفورنيا. وهذه الرياح ماشي غريبة على كاليفورنيا حيث كتعيشها كل عام، واللي مختلف دابا هو انها كانت قوية بزاف ووصلت لوس أنجلوس في واحد الوقت اللي كانت كتعاني فيه من الجفاف الشديد. كتشير بعض التقديرات الأمريكية باللي حجم الخسائر يمكن تجاوز 150 مليار دولار، خصوصا ان الحرائق كتضرب مناطق فيها اغلى العقارات في امريكان، حيث كاينين هوليوود ونجومها. سجلوا في مواقع التواصل الاجتماعي ان بزاف من المنازل ديال النجوم العالميين احترقوا. كاينين مصادر كتقول ان اكثر من 10,000 دار ومنشأة تحرقوا بسبب الكارثة، وفي نفس الوقت طلبوا من اكثر من 100,000 واحد يخرجوا من ديورهم باش يكون الاخلاء احترازي. ووسط هذا الشيء مع استمرار الحرائق والمشاهد المخيفة مازال ما قدروا يحبسوا الخسائر حتى لدابا، ولكن بعد ما توفاو الناس بسبب الكارثة السلطات كتحاول جهدها باش تقلل من الخسائر البشرية قد ما تقدر. وضعت حرائق كاليفورنيا التي وصفت بالكارثة غير المسبوقة القدرات الأمريكية على المحك، فالدولة العظمى تقف عاجزة أمام النيران التي التهمت مساحات كبيرة وتهدد بالمزيد. بينما كتركز العناوين الإخبارية على مشاهد الدمار، كاينين قصص أعمق كاينين في الأسباب، حيث الأسباب كتجاوز غير حرارة الطقس والإهمال البشري. تقارير كتقول أن 85% من الحرائق في أمريكان السبب ديالها هو النشاط البشري، سواء كان عن قصد أو نتيجة الإهمال. التغير المناخي ودرجة الحرارة القياسية هذا العام، قلة الأمطار والرياح الجافة هما نتيجة لسنين طويلة من انبعاثات الغاز الدفينة اللي تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة ديال الأرض، وهذا الشيء كيزيد من شدة الكوارث الطبيعية بحال الحرائق. وحتى السياسة الغالطة على مدار عقود اللي تجاهلوا فيها تحذيرات الخبراء واللي كانوا كيأكدوا على أهمية الاستثمار في الأنظمة الوقائية من الحرائق. هذا الإهمال خلى البلاد كتواجه كوارث خطيرة حيث ما كانتش تجهيزات كافية لمواجهة الحريق اللي زاد بشكل كبير بسبب التغيرات المناخية ونقص التمويل وضعف الرقابة والتردد في اتخاذات القرارات الحاسمة. كلهم كانوا عوامل ساهموا في تفاقم الكارثة وخلاو الوضع يكون صعيب. رئيسة إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس خرجت بتصريحات قوية وقالت أن الإدارة المدينة خذلاتهم، شكات من أنه نقصوا ميزانية ديال إدارة الإطفاء ب 17 مليون دولار، وهذا الشيء أثر بشكل كبير على قدرتهم على مكافحة الحرائق. وقالت أن نقص عدد رجال الإطفاء حاليا جعلهم غير قادرين على مواجهة الوضع.
وهذا الشيء اللي وقع في ميريكان ماشي غير حدث عابر، بل عنده تأثير كبير غادي يستمر لسنين طويلة، منها تلوثات الهواء حيث الدخان السام غطى مساحات كبيرة، وهذا الشيء سبب في زيادة الأمراض التنفسية عند الإنسان ماشي غير في الولايات المتضررة بل حتى في المدن البعيدة مئات الكيلومترات. هذا الحريق كيسرع من دور التغير المناخي حيث تم اطلاق كميه كبيره من ثاني اكسيد الكربون للغلاف الجوي، وهذا الشيء كيزيد من الاحتباس الحراري. وفوق من هذا الشيء كاين الهجره القسريه في المناطق المتضرره، الاف فقدوا منازلهم واضطروا باش يقلبوا على مأوى جديد. هذه الموجه ديال اللاجئين البيئيين كتشكل تحدي اضافي للولايات اللي كتعاني اصلا ضغوط اقتصاديه. واخر حاجه هي انهيار البنيه التحتيه، شبكات الكهربائيه والطرق والخدمات الاساسيه بحال المياه والصرف الصحي تأثرت بشكل كبير، وهذا الشيء خلق تحديات كبيرة في عملية الإغاثة. All this now are likely having to turn around even in the past 5 minutes has just flared up. وسط هذا الوضع الصعب كاينين محاولات لإعادة البناء والتعلم من الأخطاء. الولايات المتحدة كتستعمل طائرات بدون طيار وأنظمة الذكاء الاصطناعي باش تحدد المناطق خطرة وتكافح الحريق بشكل أكثر كفاءة. سكان المناطق المتضررة كيتعاونوا ويدعموا بعضياتهم بعض من خلال التبرعات والمساعدات، وكاينين مطالب تغيير شامل في السياسة البيئية وتتشمل الاستثمار في الطاقة النظيفة وتجديد القوانين على الأنظمة البشرية في الغابات. ولكن هذه الخطط والطموحات ما غاديش تكون قابلة للتنفيذ دون ما يتم إيقاف الحرائق المستمرة اللي كتسع مع مرور كل دقيقة. الحرائق الأخيرة في ميريكان ماشي غير كارثة وطنية بل هي جرس الإنذار اللي وقع تما يقدر يوقع في أي بلاصة. الآن الكرة في ملعب الحكومة والمجتمعات باش يتحركوا بسرعة قبل ما يصبح كوكب كامل في قبضة اللاهب.